يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال السعدي رحمه الله: وبالآية دليل أن المتحدث في العلم من محدث وعالم وواعظ أن يقتدي بربه في تدبيره حال رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك العالم يدبر أمر الخلق، فكلما حدث موجب أو حصل موسم أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمواعظ بما يناسب ذلك. فهذا له أصل في القرآن، أن يأتي المتحدث في العلم بالآيات، وتأمل هذا بالآيات القرآنية، إذا حصل موجب أو حصل موسم فإنه يأتي بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لا أنه يعمد إلى التحليلات السياسية ولا الحماسات الحزبية، وإنما يعظ الناس بما هو موعظة، كما قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.